أحمد أنا أصلاً ناوية أنزل الطفل. يعني هذا الموضوع إحنا متفقين به، وأعتقد أنت لازم تحترم الاتفاق. شلون؟ إحنا متفقين ما نسوي طفل من وقت، وما انصدمت. حاكين بالموضوع ولا لا؟ حاكين. نسوي طفل. اوكي. شو رحت؟ ما عندي شيء احكي. زين ممكن تيجي تقعد حتى نتفاهم ونتناقش ونحل الموضوع؟ وعلى شنو نتناقش؟ لأنه موضوع مصيري يخصنا اثنيناتنا. والله ما عندي مزاج، اعذريني. غير وقت ان شاء الله. ليش ما عندك مزاج؟ وانا عبالي نصير عائله وتطلعين ادميه. مستحيل راح تصيرين ادميه ولا تعرفين. أحمد احترم نفسك واحكي عادل، شنو قصدك آدمية؟ يعني أنا حيوانة؟ والله انا اعرف شلون احكي، لا تعلميني شلون احكي، معلش انت. ممكن ما تعلي صوتك؟ ترى أنا هم ما أعرف أصيح. انت كل شيء تعرفين ست. تعال حباب اقعد خلينا نسولف، والله ما اريد ازعلك. بعدين والله انا ما اريد اصير ام. صدقيني انت ما تعرفين تصيرين ام، ولا راح تصيرين ام، تعرفين ليش؟ لان تكرهيني، ما تحبيني. انا هم اكرهك، اموت من عندك، اتمنى يوميا الصبح اقعد من النوم ما القاك بحياتي. يوميا اريد اطلقك، بس انقهر عليك، اقول لي انكسر قلبها خطيه. لحظة عندي مشاعر انا مو مثلك. شلون تكرهني؟ إذا تكرهني ليش عايش وياي؟ ليش تكرهني وليش تتمنى لي الموت؟ بالعكس انت لازم تبوس ايدك وتوقف، عندك مرة شريفة لازم ظهرك، تشتغل من الصبح اللي تجيب وتحط ببيتك. فت يوم قلت لك طببني طلعني سفرني اشتري لي مثل النسوان، بس وهذا انت ما تقدر. كل فترة اللي راحت أنا عبالي يعني أنت ضايج من عندي لأن مشغولة، لأن أرجع متأخرة، بس طلعت تتحجج علي تتمنى لي الموت. ليش؟ بعدنا بيها أستاذ أحمد. مو غيدي اللي تبقى ويا رجال وتجبره. لا كرامتي ألزم ما علي. أنت عندك مرة تسوى راسك، مشكلتك بعدك ما حاس. هذا الطفل اذا تنزليه راح اذيك. ما راح تبقى لك في البيت. تعالي، مو تحكي وياك. تعالي.